ايه ده؟ ايه الكركبه دي؟ يا بنتي سيبي التليفون اللي في ايدك وتعالي ذاكري. عندك امتحان دراسات بكره. حاضر جايه. حاضر جايه. انت كمان مش عاجبك؟ ده انت جايبه الترم الاولاني 6 من 15. دي اعلى درجه انا جبتها في الدراسات. صدقي بالله انت هتجننيني معاكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دين النبيل، خبيره تعليميه ومؤلفه مناهج. بما ان الامتحانات قربت، تعالوا اقول لكم على السر يخليكم تذاكروا وتجيبوا درجات اعلى وبمجهود اقل. اول حاجه ربط المعلومات بقصص وصور، لان المخ مش بيحفظ المعلومات الناشفه المجرده، زي مثلا مضيق موزمبيق افتكرها بكلمه موز، او في الاتجاهات رأسي وأفقي، رأسي فوق عند راسك، أو حتى لو بالإنجليزي vertical وهوريزونتال. هوريزونتال جاية من الأفق، الهورايزن، يبقى كده بالتبعية أكيد الفيرتيكال هو اللي فوق. تاني حاجة المراجعة على الفترات أو السبيسد ريبيتيشن. في عالم اسمه إيبنغهاوس بيقول إن الإنسان بينسى 70% من الحاجة اللي حفظها بعد يوم واحد بس. يعني لو حفظت الحاجة وسبتها على جنب هتنساها طبعا. الحل إن أنت تحفظها في يوم، وبعد 3 أيام تراجعها، وبعد اسبوع ترجع تراجعها تاني، ان شاء الله تفر فيها بس كده بعينيك. كل مره بتراجع فيها المعلومه الدماغ بتسجل المعلومه بشكل اعمق. الغلطه الكبيره بقى انك تحفظ كل حاجه قبل الامتحان بكام يوم، ده بيخلي المعلومات تخش الذاكره القصيره بس، وبعد الامتحان كل حاجه بتتنسى. ثالث حاجه طرق الحفظ المناسبه ليك. مش كل الناس بتحفظ زي بعض، في 3 انماط من التعلم وكل واحد له طريقته. اول حاجه المتعلم البصري، ده لو انت من النوع اول ما بتقفل الكتاب بتتخيل شكل الصفحه قدامك. احسن حاجه ليك انك تستخدم الالوان في انك تعلم على المعلومات المهمه، زي مثلا التواريخ باللون الاحمر، الاسماء باللون الاخضر، معلومه مهمه باللون الذهبي، او تعمل مايند ماب او اللي هي الخريطه الذهنيه. في الحاله دي المعلومه هتلزق في دماغك. تاني حاجه بقى المتعلم السمعي، تحفظ كويس لما بتسمع المعلومه، ما تذاكرش في سرك، اقرا بصوت عالي وكانك بتشرح لحد. ممكن تسجل صوتك وانت بتذاكر وترجع تسمعه تاني في اوقات تانية، ما تقلقش مش هتزهق من صوتك. يا سلام بقى لو دندنت وغنيت المعلومه هتثبت اكتر واكتر. تالت حاجه النمط الحركي، ده نوع كده اسمه حركي، ما بيعرفش ان هو يحفظ غير وهو بيتحرك. اتمشى وانت بتحفظ، وكل معلومه خدها في خطوه. حط المعلومات في فلاش كاردز اللي هي الكروت، وافضل قلب فيهم واقرا فيهم وانت بتتمشى. لو في معلومه صعبه مثلها بجسمك، يعني مثلا عايز تحفظ ان القلب بيضخ دم، الذاكره العضليه بتفتكر حتى والمخ نسي. انت عارف ان انت ممكن تكون ميكس ما بين ال3 انماط، السمعي والحركي والبصري، او ممكن يكون عندك نمطين منهم. رابع حاجه التركيز، الدماغ بتفصل بعد 20 دقيقه، يعني 20 دقيقه تركيز كويس قوي احسن بكتير من ساعتين وانت سرحان في ملكوت ربنا. وعشان كده هنعمل قاعده ال20 دقيقه، 20 دقيقه مذاكره، 5 دقايق بريك، قوم اتمشى، كل، اشرب حاجه. احسن بقى وقت للتركيز بعد الفجر، واحسن وقت للمراجعه قبل النوم. وانت نايم الدماغ بترتب المعلومات. واخر حاجه محتاج تخلي بالك منها عشان ما تبوظلكش كل اللي فات، التريو الشهير، الشاشه، الاكل، النوم. ممنوع الشاشه قبل المذاكره، تلفزيون بقى، تليفون، تابلت، كله زي بعض. ذاكر الاول وبعد كده اتفرج على اللي انت عايزه. النوم، اللي مش نايم كفايه بينسى اسرع وبيكون مش قادر يركز كفايه. اوعى تكون مفكر ان انت لما تسهر قبل الامتحان هتنجز، بالعكس، الجسم بيحتاج من 8 ل 9 ساعات علشان يركز كويس. اخر حاجه الاكل، كل صحي، بروتين، موز، بيض، مكسرات. الاكل الصحي بيفرق في التركيز، والسكر الكتير بيرفع الطاقه فجاه، وفي الاخر مش مهم ان انت تذاكر كتير، المهم ان انت تعرف نمط التعلم بتاعك اللي هيساعدك انك تحصل اكتر. جرب طريقه واحده الاسبوع ده وشوف الفرق. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشارك الفيديو مع حد ممكن يستفيد بيه. والسلام عليكم ورحمه الله.